اكيد سمعت او شفت عن تحديث شات جي بي تي الجديد اللي بيعمل صور. هو الصراحه تحديث جامد وحاجه جامده جدا وبيطلع كواليتي حلوه قوي. قلت اعمل لكم فيديو سريع كده واعرفكم ازاي تطلعوا تصميم سوشيال ميديا جامده جدا زي اللي ظاهرين قدامكم دول، واقول لك كل حاجه بالتفصيل من البدايه خالص. فيلا بقى نخش على الفيديو. طبعا اول حاجه بتفتح شات جي بي تي كده عادي، وانا طبعا جت في دماغي فكره ان احنا نعمل التصاميم لبالانس دي. فجبت الصورتين دول عادي، بتكتب على جوجل بالانس او اللي انت عايزه ايا كان يعني. انا لو كتبت بالانس شيبس ايجيبت، وبعدها بتاخد مثلا الصورة دي، تدوس كليك يمين وبعدها open image in new tab، بتبقى مفتوحة جنبك كده، فتخليها كده عادي. ومثلا بتاخدها كوبي كنترول وسي، وبعدها بتروح على شات جي بي تي وبعدها تعمل كنترول وفي، فبتترفع كده على طول، ما بتحتاجش تحملها يعني عندك على الجهاز. فالمهم انا حطيت الصورة وبعدها باجي على create an image، بدوس عليها برضو وبكتب كده بالعربي عادي، مثلا عايز تصميم احترافي جدا. اه انا كتبت عايز تصميم احترافي جدا وجذاب ويكون بالشكل الترند للتصاميم واعلانات السوشيال ميديا ويليق بالمنتج والبراند يعني اللي هو بالانس. وبعدها مثلا انا اكتب اللي انا عايزه، اللي انا عايزه مثلا يكتب. لو انت عايز انا مثلا اقول له واكتب على التصميم، واحط مثلا بين كوتيشن ماركس كده، اكتب مثلا قرمشة وطعم اقوى. وبس كده يعتبر ما كتبتش حتى برومت بالتفصيل قوي يعني. انا سايبها يعني عامة كده شوية، سيبه هو يبدأ كده لوحده، وبعدها بدوس عادي على send prompt واسيبه هو يشتغل مع نفسه كده. مش بيطول حتى، مثلا يعني بتاع 30 ثانية كده ولا حاجة. اهو عمل النتيجة اهو. يعني انا الصراحة ما توقعتش النتيجة تبقى كده الصراحة، عشان كده ساكت يعني. حاسس ممكن فيها ان لو اخدتوا بالكم فيها مشكلة بسيطة هنا، بس يعني هو كاتب لك هو التفاصيل بتاعته، والشكل اهو طاير، والتكست جامد قوي يعني انا لو تصمم حاجة زي دي طبعا كانت هتاخد وقت شوية حلوين يعني. انتوا شايفين اكيد يعني، وانتوا اللي بتحكموا. بس يعني انا الصراحة عجبني يعني، انا ما كنتش متوقع كده. انا زي ما بقولك لسه عاملها قدامك اهو، فما كنتش متوقع النتيجة حاجة زي دي الصراحة. ممكن نجرب منتج تاني من بالانس برضو كده. نروح برضو نعمل بيست، اخدنا كوبي بيست اهو، ناخد نفس البرومت برضو كده. ممكن بقى نغير الكلام اللي عليه. ممكن نكتب مثلا حاجة، المعادلة الصعبة اتحلت مثلا، أي حاجة من الكلام ده اللي هو بيتحط على تصاميم السوشيال ميديا يعني. مش لازم حاجة، احنا بنجرب يعني مع بعض. فنبعت له برضو بنفس البرومت اللي احنا بعتناه في الأول كده، نجرب برضو. اهو خلصها برضه ونشوف كده. يعتبر بنفس يعني حتى شايف يعتبر بنفس كأنه زي كامبين واحدة أو كده، اللي هم نفس الشكل العام يعني. بس يعني برضو يعني لا جامد أوي يعني. والتفاصيل لو ركزت على التفاصيل برضو يعني، احنا يعتبر هو عملنا تصميمين ما كملناش حرفيا دقيقة بالظبط، وتصميمين جامدين جدا جدا الصراحة يعني. الواحد مصدوم الصراحة. لا بص، هو ركز في التفاصيل برضه يعني، حتى ما فيش أخطاء، مش أخطاء في الكلام. هنا زي ما قلت، بس ممكن في خطأ بسيط بس هنا. لو حطيته على الفوتوشوب طبعا اقدر اشيله بسهولة، بس يعني التفاصيل دي برضو هنا لا حاجة جامدة يعني. فبس اهو عملنا اهو تصميمين اجمد من بعض الاتنين اهو، في اقل من دقيقة حرفيا. ما كملتش حاجة في ايدي، ومن غير ما ادخل على فوتوشوب ولا اي حاجة. هي طبعا انت تظبط البرومت بتاعك. طبعا انا عملتها من على شات جي بي تي عادي يعني، بس انت تقدر تعملها من على موقع اسمه ارينا اي اي برضو، عشان شات جي بي تي في الاغلب لو اللي ببلاش ما بيخليكش تعمل غير 4 صور ولا حاجة زي كده. فانت مثلا بتدوس على الايمج هنا، وبعدها بتيجي على الباتل مود دي بتخليها دايركت، وبعدها بتنزل كده تحت، تختار تختار شات جي بي تي اهو ايمج 2. لو عملت نفس الكلام هيطلع لك نفس النتيجة، هي نفس النتيجة دي بالظبط. فبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ده فيديو سريع كده، وعايزكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات على الحاجات دي. وبس كده، ما تنساش اللايك والفولو. مع السلامة.